جمعتكم مباركة ويا صباح الخير، يا صباح الأخبار الحلوة، يا صباح الخير بأول يوم بيطلع على سوريا بدون قانون قيصر، بدون عقوبات قيصر. رسميا ما بقى في شيء اسمه قانون قيصر. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر هذا اليوم على قانون ميزانية الدفاع اللي بيتضمن إزالة عقوبات قيصر بشكل كامل عن سوريا، بشكل كامل وغير مشروط وغير قابل للعودة. ما بقى يرجع، راح لغير رجعة، ذهب من غير عودة. خلص ما بقى في شيء اسمه قانون قيصر ولا عزاء للفلول. الفلول اللي راح ينوقوا راسهم هلا ويقولوا انتم كم مرة بدكم تقولوا انه راح قانون قيصر وكم مرة بدكم تحتفلوا، وهم ما بيعرفوا انه قانون قيصر ما انشال بالسهل. قانون قيصر مر بكثير من المراحل، وكل مرحلة كانوا السوريين عم يفرحوا لأنه عم يكسروا قيد من قيوده. أول مرة مر بإقرار الكونغرس الأمريكي على إزالة العقوبات، عقوبات قيصر، والمرة الثانية مجلس الشيوخ الأمريكي امبارحة، واليوم أو فجر هذا اليوم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالة قانون قيصر، على إزالة عقوبات قيصر بشكل كامل عن سوريا. العقوبات اللي كبلت سوريا، العقوبات اللي خلتنا مثل محبوسين بقفص انشالت إلى غير عودة. فرصة تاريخية ما بتتعوض، رح تبدأ هلأ فرصة تاريخية ببناء سوريا. العالم اشتاق للمنتجات السورية مثل ما حكى معالي وزير الخارجية بأنه صار بإمكان السوريين يصدروا بضائعهم، بإمكانهم يستوردوا اللي بدهم إياه، بإمكانهم يرجعوا للمنظومة العالمية، بإمكان سوريا ترجع تتحرك بأريحيتها، بإمكاننا نرجع نبني ونعمر وتدخل شركات الاستثمار اللي كانت خايفة من قانون قيصر رح تدخل بإذن الله عز وجل. فرصة ما بتتكرر يا جماعة بهذا اليوم الفضيل، بهذا اليوم الجمعة، بهذا الصباح الحلو. بدي أقول لكم فرصتكم وفرصتنا ما بتتكرر، خلينا نستغلها وخلينا نبني هذا البلد. صباحكم خير يا جماعة، ولا عزاء للفلول اللي كانت امبارحة ليلتهم سودة واليوم بتوقع راح يقضوها على صراخ وعويل وندب وشجب وما بعرف ايش. المهم صباحكم خير، جمعتكم مبارك.